يواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره البرازيلي في مقابلة دولية ودية، وتندرج المقابلة ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات القادمة، أبرزها تصفيات كأس إفريقيا 2024. وسبق للمنتخبين المغربي والبرازيلي أن تقابلا في مناسبتين، الأولى كانت سنة 1997 في مقابلة ودية جمعت بين الطرفين، وانتهت بفوز المنتخب البرازيلي بهدفين دون رد، والثانية كانت برسم كأس العالم 1998 وانتهت بفوز المنتخب البرازيلي ب3 أهداف دون رد. مباراة المغرب والبرازيل ستجرى اليوم في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المغرب. المباراة ستقام على أرضية ملعب طنجة الكبير، ومن المنتظر أن تنقل على قناة الرياضية المغربية. لأول مرة في التاريخ منتخب البرازيل في المملكة المغربية. من كان يظن أن ذلك كان ممكنا، لكن هي حقيقة الآن. أسود الأطلس أول فريق إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي المونديال بمركز رابع تاريخي. يا له من فخر. والبرازيل التي تحتل المرتبة الأولى في تصنيفات الفيفا العالمية تأتي إلى طنجة في المغرب من أجل مباراة احتفالية تاريخية. السيليساو على التراب المغربي لأول مرة لمباراة دولية مجنونة بتنظيم الشركة الرائدة عالميا ماكس سبورت. الكل في ملعب ابن بطوطة بطنجة يوم السبت 25 مارس 2023 على الساعة 10 مساء. ديروا النية مع أسود الأطلس.